هذا أمامكم الهيكل الأساسي لاتحاد خنشلة، يتقدمه الحارس سفيان خضيرية العائد إلى التشكيل الأساسي. في الجهة المقابلة تشكيلة اليسام بوابد وليد في حراسة المرمى، في الدفاع من اليمين إلى اليسار مداح بالعمري بن علي إزماني. من الهبوط هذا الموسم تنطلق المباراة مشاهدينا الكرام. تبدو في اتحاد خنشلة عامر بوقطاية، هنا تأتي العرضية والتوزيع ولكن التدخل شكيب عوجان. كرة بعيد ماتيم الكاميروني الغائب عن هذه المباراة. هنا التوزيع وكرة محاولة خطيرة عودة إلى أجواء الانتصارات. هنا كاميرا التسديد والتصدي والإبعاد والتنمية. هل تأتي بالجديد؟ هنا الراسية، هنا المحاولة الخطيرة والصعبة للترجي، وكرة صعبة. اليسام كان أقرب من افتتاح التسجيل بالعمري على بعد أمتار فقط من مرمى وشباك الحارس سفيان خضيرية، ولكن الدفاع موجود. وهنا الراسية والهدف الأول 1-0 للترجي. الترجي يفتتح الحساب وتوقيع أول على سجل المباراة عبر شكيب عوجان. التوزيع والأسيست كان من مداح، وراسية من شكيب عوجان في كرة وجدت طريقها نحو الشباك. الترجي بروح تحقيق البقاء، بإصرار بعث الآمال من خلال هذه المباراة. عوجان براسية يستفيد من الكرة هنا تلعب خطيرة صعبة، ولكن عن طريق حيتالة الذي يواصل توزيعه بقدمه اليمين، ولكن الكرة مرت. مبارك كرة في العمق نحو بوقطاية، البحث عن التمريرة. هنا تأتي التمريرة، هنا الصعبة خطيرة، والثاني الأهداف. ثاني الأهداف يأتي لترجي مستغانم. ثنائية دون رد. صيام المهاجم الصائم عن التهديف. انطلاقة، ما فيش وضعية تسلل. كرة في العمق نحو بوقطاية في التمريرة الحاسمة هنا من حيتالة. بوقطاية في البرياسيست ثم حيتالة في الاسيست، وهنا التسجيل والتهديف والتجسيد ياتي باقدام صيام الذي ينهي. اسلام بكير تبقى دائما عن طريق مباشرة تسديدة بعيدة. عيبود الصراع دائما على الكرة. هنا التسديدة في هذه الكرة والمحاولة. دقائق أخيرة للحسم في هذه المباراة. هنا المحاولة لاتحاد خنشلة. سمير مخالفة، ثواني أخيرة تفصل عن نهاية الوقت الرسمي. المحاولة التي ترفع الرصيد إلى 17 نقطة. اتحاد خنشلة ركلة جزاء لاتحاد خنشلة في هذه اللقطة. غفرة بن براهن تعلن عن ركلة جزاء، فعلا ركلة جزاء لاتحاد خنشلة في هذه اللحظات. هل يتمكن من تسديد الجزائية إلى هدف؟ سمير وابدي في حوار ثنائي في هذه الركلة. سمير وابدي، سمير يهدر الكرة، يضيع فرصة تقليص الفارق. وابدي يحافظ على نظافة الشباك. لقطة أخيرة ومهدرة وضائعة لاتحاد خنشلة تلخص وضعية الفريق المعنوية والنفسية في المباريات الأخيرة. بن براهيم لحلو يعلن عن نهاية هذا الحوار الكروي المستغانمي الخنشلي، يعلن عن انتصار الترجي الذي يأتي بثنائية نظيفة على اتحاد خنشلة. انتصار يأتي بعد 10 مباريات، يتولد 3 نقاط جديدة تنعش الآمال بعد معاناة وسلسلة انكسارات. الترجي يفوز، يدعم الرصيد ب 17 نقطة.